السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم عاملين ايه؟ وحشتونا جدا 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 جدا، وحشتونا قوي 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 من الفيديو اللي فات للفيديو ده. بصوا بقى، مش عايزه اقول لكم النهارده اليوم جميل قد ايه. هي روان جت خدتني بصراحه من البيت، قالت لي يا عمته لازم تيجي بقى تغيري معانا جو النهارده، نروح الغيط كده نقضي يوم جميل مع بعض. هي روان دي طبعا انتوا عارفينها من صغرها يعني، وهي معانا روان بنت اخويا. فزي ما انتم شايفين بقى، عايزاكم بقى تحيوا روان كده وتسلموا عليها، وتشجعوها برضو، عشان هي كانت عامله برضو فيديوهات تانية قبل كده. فقلنا بقى نشارك معاكم اليوم النهارده ونوريكم برضو الخضره كده والطبيعه. ايه رايكم في الخضره الجميله دي والجو الجميل؟ يعني بصراحه ما فيش احسن من كده، يعني هوا كده طبيعي وجمال وكل حاجه حلوه بصراحه. فقلت اشارك معاكم اليوم النهارده ونكون مع بعض انا وروان، ونشارك برضو يوم حلو مع بعض، وان شاء الله يعجبكم. ويلا بينا بقى نكمل كده نشوف هنعمل ايه هيعجبكم قوي ان شاء الله. خليكم معانا. دلوقتي احنا رحنا مالينا الازازة ورجعنا الى البيت. البيت اللي هو شكله عامل زي الفيلا. بصوا بقى، هو يعني ايه، هو بيت كده معمول بالخضره، حاجه جميله. انتوا طبعا شفتوه قبل كده، بس طبعا يعني الخضره طبعا كل ما بتزيد كل ما بيبقى احلى واحلى. احنا زارعين طبعا الارض رز، رز طبعا لسه يعني ايه، فهو في نهايه بقى النضوج بتاعه. ده ذره، طبعا الذره خلاص كده بقى في الحصاد، خلاص الناس بتحصد الذره دي من دول. زي ما انتم شايفين بقى الطبيعه والخضره والكلام ده كله حاجه كده جميله بصراحه بس يعني. البيت بتاعنا يا جماعة فيلا. بصوا بقى، هو فيلا كده محندقه كده على قدنا جميله، بس بنقضي بقى فيها اوقات حلوه جدا مع لمه بقى العيله، وكلنا بصراحه بنبقى متجمعين وبيبقى يوم حلو قوي. بس احنا النهارده مفيش بقى غير والدي ووالدتي وانا وروان بس النهارده، يعني كده ايه، حاجه كده يعني على الضيق كده بسيطه. روان كانت جامعه الشطه فجابتها لي في البيت، وقالت لي عملت تعالي بقى معانا تاني نقعد شويه في الغيط كده وايه، ونقضي شويه كده مع بعض ايه حلوين في الغيط. بصوا بقى الحته بتاعتنا اهي، هو ده معمول جراج بقى العربيه الموتوسيكل اي حاجه موجوده هنا. بصوا بقى، ده الرز اهو. بصوا ده الرز بتاعنا ما شاء الله حلو قوي اهو. رزنا جميل 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 جميل. تعالوا بقى نوريكم ايه هنا. طبعا انتوا عارفين طبعا المكان هنا من زمان. هنا بقى الفرن، هنا هوريكم الفرن برضو، وحطينا عملنا مصطبه يا جماعه، بس لسه بقى في شويه تجديدات وحاجات، عشان هو طبعا ايه اللي من دول لسه ما في حاجات بقى بتتظبط. ده الفرن طبعا، احنا هنخبز على فكره قريب، وهصور لكم برضو فيديو حلو جدا هيعجبكم ان شاء الله. يوم الجمعه ان شاء الله، ان شاء الله بقى يعني ايه، على الجمعه الجايه ولا حاجه كده نخبز برضو ونصور مع بعض. بصوا هنا بقى بقيه الارض بتاعت الرز اهي. بصوا تعالي يا روان، تعالوا ما نتمشى برضو وهنوريكم الارض كلها. بصوا بقى هنا. بصوا دي بقى ايه، طبعا هنا كان في حاجات مزروعه بس اتشالت يعني ايه، في حاجات بتبقى لسه وهم زارعين برضو هنا حاجه، بس انا مش عارفه بصراحه هي بالظبط اسمها ايه دي الارضيه الرجله دي، اسمها الرجله دي. رجله؟ لا مش رجله. مين بتقول اسمها رجله؟ لا هي مش عارفه هم زارعين حاجه، بس احنا ما سالناش لسه بصراحه. هنا بقى طبعا الشطه، وهنا بقى برضو ايه الرز. طبعا انتوا عارفين بيحب الميه كتير جدا، فاهو والدي طبعا مشغل بقى الرز، ربنا يخلي لنا يا رب وما يحرمناش منه، ويفضل البيت مفتوح بحسه كده يا رب. وهو بقى اللي بيزرع لنا كل حاجه حلوه، بيعمل لنا كل حاجه حلوه، ربنا يبارك في عمره يا رب. لا الشطه يطلب مننا يا جماعه يعني نسوق بقى شطه اونلاين. لسه جمعنا امبارح. بصوا هم جمعوها وجابوها، هم جابوا لي بصراحه يعني ايه، شويه حلوين قوي يعني. الشطه بتاعتنا جميله وبتطلع في ثانيه، لسه جمعنا اول امبارح والنهارده يعني روان ما شاء الله اللي جمعت لنا الشطه النهارده وجابتها لي لحد البيت. بصوا دي بقى لسه صغيره شويه اهي، لسه بقى ايه لما تكبر ما شاء الله اهو. وزرعنا برضو الكرنب اهو، بس لسه بقى في كرنب لافف وكرنب لا، يعني هم بياخدوا منه برضو. بصوا اهو، هي لسه يعني ايه، هي لفه برضو بس لسه حجمها صغير. كرنبه جميله مسكره وبتاكلوا صوابعكم. شفتوا بقى، هي روان قالت لكم كرنبه جميله مسكره، حاجه كده فلاحي وحاجه طبيعيه جميله اهو. بصوا كرنب ما شاء الله اهو. انتوا عارفين ان الكرنب اليومين دول غالي جدا، يعني تلاقي حته الكرنب بال20 وبال30 جنيه وملهاش اي لازمه خالص. فان الواحد يزرع برضو الحاجات دي، ان يكون عندك مكان وتزرعي فيه برضو دي حاجه كويسه جدا.
تعالوا نشوف البتنجان. البتنجانه ما فيهاش عامه اليومين دول يعني دي ناشفه. الأرضية يعني. دي 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 رجله بصوا. دي اللي أنا قصدي هي الناس اللي عارفه الرجله هتبقى عارفاها يعني. هي دي احنا بصوا. لسه عاملين. دي رجله، على فكره الرجله دي مفيده جدا بس محدش يعرف قيمتها. الرجله دي كانوا زمان بيطبخوها. ما هما بيطبخوها دلوقتي بس احنا بنوديها للطيور. بس ايه دلوقتي هما بيحطوها بقى للبط والكلام ده يعني ايه. اهي بصوا جميله قوي. فاحنا هنفكر الفتره الجايه دي اعمل لكم فيديو كده اطبخ لكم فيه رجله. ايه رايكم؟ لو رايكم كده زي رايي ان انا اطبخ لكم رجله قولوا لي برده في الكومنتات نعمل لكم المره الجايه رجله ان شاء الله نطبخها مع بعض. وانا هطبخها معايا وروان هتعملها معانا. ماشي. بصوا بقى يعني بصوا الطبيعه مش عايزه اقول لكم يعني على المنظر والجمال. حاجه جميله كده من الاخر. والسما شكلها جميل جدا جدا جدا. السما بقى والطبيعه اهو. بصوا حاجه كده روقان. هما طبعا خدوا بقى كرومب من هنا علشان هيعملوه برضو دلوقتي عشان نعمله بكره. بصوا في رجله برضو قد ايه يعني. رجله بتشجع الواحد يجيبها بصراحه. منظرها جميل ومديها الارض منظر جميل بصوا بقى روان بقى تحكي لكم على الرجله دي وجمالها. هي كلتها مره بقى مره واحده بس صح يا روان؟ اول مره ادوقها بس كانت طعمها كانت حلوه جدا. بصوا البتنجانه اهي صغننه بس طعمها وهي هاتيها يا روان دي هاتيها ما اكلها دي. دوقي. يا سلام بصوا بتنجانه بقى كده فلاحي صغننه من الاخر. لسه برضو مجمعين البتنجان امبارح فملحقش يطلع يعني. احنا اللي بنزرع بيطلع في ثانيه. البتنجان لسه طالع اهو بس لسه صغنن. لسه جامعينه امبارح. اللي عايز اي حاجه يجي عند عمك جمال العطار زرع اي حاجه. زرع جميع انواع الخضار. بصوا بقى بكل حبايبي وكل اخواتي وكل ناس اللي متابعيني في القناه. اي حد عايز ينورنا ويجي وكل اخواتي اللي بره مصر وجوه مصر لو انتوا عايزين تيجوا تقضي يوم حلو معانا بصوا اهلا وسهلا. وهبصوا بقى اظبطكم تظبيطه من الاخر. رنوا بس عليا رن التليفون كده ولا اظبط لكم الدنيا واعمل لكم احلى اكل واحلى شوفوا قاعده بقى وروقان كده. وبصوا هتحلفوا باليوم اللي انتوا قضيتوه هنا كمان. اللي عايز رقم عمك جمال العطار. بصوا بقى انا جيت البيت هنا وقلت مش هستنى لازم اطبخ الرجله النهارده. بصوا الرجله دي العيدان بتاعتها اهي. بصوا احنا طبعا اول حاجه انا هغسل الرجله بتاعتي دي كويس جدا وبعدين هقرطف الورق بتاعها. يعني هاخد الورق اللي فوق ده مش هاخد العيدين اخد بس الورق اللي هو في الشوشه ده بس ايه هغسلها الاول وبعدين بقى اقرطف الورق بتاعها وبعدين نخرطها بقى تخريطه كده بالمخرطه. بس هخرطها يعني يا دوب اكسرها بس مش عايزاها ناعمه زي الملوخيه لا هكسرها بس كده ايه تكسير كده بسيط وبعدين نرجع بقى ايه نطبخها مع بعض. خليكم معايا. بصوا بقى ده شكل الرجله بعد ما عملناها بالمخرطه. احنا بس كسرناها بس كده ايه تكسير كده يا دوب حاجات بس ايه نعمناها شويه كده عن ما بتبقى ورق يعني ما تبقاش ورق تبقى متكسره شويه
التخليط كده يعتبر خشن بالشكل اللي انتوا شايفينه ده. هبدأ بقى اجهز معانا الرجلة بتاعتنا. هجيب الاول بس حلة على النار كده. معايا بقى الحلة على النار، وهنزل بقى بمعلقة دهن. الدهن ده دهن حيواني، انتوا عارفين طبعا الدهن ده حلو جدا لما بتعملي بيه اي طبيخ اخضر، يعني مثلا سبانخ، ملوخية، خبيزة، بامية، اي حاجة خضرة بتعملي الدهن بقى تحطي دهن عليها في التقلية بتاعتها كده، بيديها طعم حلو جدا، يعني بيبقى حلو قوي بصراحة في الطبيخ اللي هو الاخضر ده. فانا هعمل النهاردة بقى الرجلة بتاعتنا بالدهن، وهحط برضو معلقتين زيت. هنزل بقى بمعلقتين زيت كده. هنزل بقى بالبصل. نشوح بقى البصل بتاعنا تشويحه كده، بحيث ان هو بس يدبل شويه. انا مش عايزاه ان هو متحمر قوي، لا، هيدبل شويه كده لونه يبقى ذهبي. نبدا بقى نكمل بقيه الوصفه بتاعتنا النهارده كده، الرجله الجميله اللي كلها فوايد. فمش عايزه يعني اقول لكم بصوا، ادخلوا بس انتوا على النت كده وشوفوا الفوائد بتاعه الرجله قد ايه. فوائدها كتير جدا، وكلها الياف وجميله ومغذيه، يعني حاجه جميله بصراحه. بس احنا كلنا بقى الاكلات بتاعه زمان دي بتاعه زمان بنبقى مهملينها شويه بصراحه يعني. فهنشوف بقى النهارده الرجله بتاعتنا تطلع في النهايه، وخليكم معايا. بصوا بقى لما البصل يوصل للدرجه دي حلوه قوي، ومش عايزه اكتر من كده. هنزل بقى بالطماطم. هجيب بقى البهارات بتاعتي. هنزل بقى هنا بالفلفل والكمون والكزبره والملح. اكتر من كده خلاص هو تمام قوي كده، حلو قوي. هسيبها بقى على النار تتسبك مع بعضها كده بقى، ونرجع نحط الرجله بتاعتنا. خليكم معايا. دي شكل بقى التسبيكه بتاعتنا بعد ما اتسبكت كده بقت حلوه. هنزل بقى بالرجل عليها. بصوا بقى، لو في شوربه زوديها شوربه، ما فيش شوربه زوديها ميه عادي، ما فيش مشكله. انا عندي هنا شوربه، هزودها شويه شوربه كده، بس شويه يعني بساط مش كتير. انا زودتها بقى شويه شوربه كده. هقلبها بقى كويس. في المرحله دي بقى هنسيبها تغلي غلوه. بعد كده لو انت حابه تنزلي عليها بمعلقتين رز زي الخبيزه كده، او زي السبانخ، في ناس بتحط عليها معلقتين رز كده مع السوا. مفيش مشكله يعني، بتبقى برده حلوه. لو انتوا هتاكلوها بعيش بقى وكده بتبقى طعمها برده حلو. فاللي انتوا حابينه. انا هجيب معلقتين رز برده احطهم عليه. خليكم بقى معايا كده، اجيب الرز. هنزل بقى بالرز. معايا انا معلقتين رز غسلتهم كويس، وهنزل بيهم. مش عايزه اقول لكم على الريحه بتاعتها عامله يعني ريحه جباره. هسيبهم بقى حوالي 5 دقايق بالظبط، وبعد كده هطفي عليهم. قبل ما اطفي عليها طبعا انا هعمل لها طشه بالثوم كده والكزبره زي طشه الملوخيه بالظبط. هعمل بقى الطشه، يكون الرز بتاعنا استوى بسرعه كده على السريع، وما بياخدش سوا طبعا. نعمل بقى الطشه مع بعض بقى، ونيجي نطش بقى الرجله الجميله بقى دي. حاجه كده تستاهل بقكم بصراحه يعني، يا ريت تجربوها. هنزل بقى بالكزبره
معايا بقى الطشه هنا بقى هنزل بيها طبعا.